السلام عليكم، أهلا بيكم في فيديو جديد من كورس البورصة. هنشرح ببساطة من غير تعقيدات ولا كلام كبير يعني إيه السندات، وإيه الفرق ما بين السند والقرض، وإيه هي أنواع السندات، والفرق بين السند والسهم، وإيه الأفضل. وبعدين هنتكلم عن صناديق الاستثمار وأنواعها، وإيه المميز في الاستثمار في الصناديق الاستثمارية. من الألف للياء هنمشي سوا خطوة بخطوة، نفهم كل حاجة عن السندات وصناديق الاستثمار. هنشوف ازاي الاستثمار فيهم ممكن يكون جزء من استراتيجية استثمارية ناجحة، وازاي تقدر تستفيد منهم لزيادة فلوسك بطريقة آمنة نسبيا. بس قبل ما نكمل الفيديو، اعمل لايك للفيديو، ده بيشجعنا نكمل. وما تنساش تشترك في القناة علشان تتابع باقي الكورس. وللعلم دلوقتي متاح أكتر من كورس على القناة. نرجع بقى الفيديو النهاردة ونبدأ كلامنا بالسندات. ايه هي السندات؟ هي عقد بمقتضاه بيقترض المستثمر اللي هي الجهة المقترضة مبلغ محدد لفترة محددة بسعر فايدة محددة. والسند بيختلف عن القرض. ليه؟ السند قابل للتداول، يعني أنا ممكن أبيع السند واشتريه مرة تانية، لكن القرض غير قابل للتداول. طيب إيه هي أنواع السندات؟ السندات في منها نوعين، سندات حكومية وسندات شركات. السندات الحكومية لما يكون دولة عندها عجز في موازنتها، والنتيجة للعجز ده طبعا بيحصل تضخم داخل الدولة، فالحكومة بتصدر سندات بتستلف بيها فلوس من المستثمرين، وده لمواجهة عجز موازنتها. هنيجي للنوع التاني من السندات، وهي سندات الشركات. سندات الشركات دي بقى اللي بتصدرها الشركات المساهمة علشان تستلف فلوس بيها، والشركة بتستخدم الفلوس ديت في إضافة خطوط إنتاج أو عمل توسعات داخل الشركة أو أي سبب تاني خاص بيها. والفرق ما بين الأسهم والسندات، السهم أنت لما بتشتريه أنت بتكون شريك بقيمة السهم ده، فلما الشركة تكسب بتكسب معاها، ولو خسرت برضه بتخسر معاها. أما السندات أنت هنا مش شريك، أنت هنا مقرض للشركة مسلفها فلوس، وفي الحالة ديت أنت ملكش دعوة الشركة تكسب أو تخسر أو حتى تفلس. أنت كل اللي ليك إنك تاخد المبلغ اللي أنت سلفته لها زائد الفايدة بتاعتك، والمخاطرة هنا قليلة جدا. طيب إيه الأفضل؟ الأسهم أفضل للأفراد، والسندات أفضل للشركات والمؤسسات. نسبة الأرباح العالية والذبذبة الشديدة اللي بتحرك حركة الأسهم هي اللي بتخليها الأوبشن الأول للمستثمرين الأفراد، وده بغض النظر عن المخاطر العالية الموجودة فيها. أما نسبة الأرباح القليلة والذبذبة الضعيفة والحركة البطيئة مع المخاطر القليلة هي اللي بتخلي السندات الأوبشن الأفضل للشركات والمؤسسات والحكومات كمان. وعادة دول بيستثمروا في مجالات اللي المخاطر فيها قليلة. بس كده. تعال بقى نتكلم عن صناديق الاستثمار. صندوق الاستثمار فكرته بكل بساطة إن عدد كبير من المستثمرين بيجمعوا أموالهم وبيتم إدارتها واستثمارها من خلال خبراء ومتخصصين بهدف إنتاج أرباح مرتفعة عليها، والأرباح ديت بيتم توزيعها بنفس النسبة على كل المشتركين في الصندوق، كل واحد على حسب هو مشارك بقد إيه. وكل صندوق من دول بيكون جواه مجموعة من الأدوات الاستثمارية، من أشهرها طبعا الأسهم والسندات والودائع البنكية أو مشاريع استثمارية وغيرها كتير. ونسبة الأرباح في كل صندوق بتتحدد على حسب نسبة المخاطرة الموجودة فيها. وعموما صناديق الاستثمار بتكون متقسمة ل3 درجات رئيسية من المخاطر: الهاي ريسك والميديوم ريسك واللو ريسك. الهاي ريسك وده صندوق بيكون أغلب مكوناته من الأسهم، والميديوم ريسك ده برضه فيه أسهم لكن بتزيد معاها نسبة السندات. أما اللو ريسك ده بيكون أغلبه سندات وودائع بنكية مع نسبة أسهم صغيرة جدا. واللي بيدير الصندوق اسمه مدير الصندوق. وصناديق الاستثمار في منها نوعين: في صندوق استثمار مباشر وفي صندوق استثمار غير مباشر. صندوق الاستثمار المباشر بيستثمر مباشرة برأس ماله في تأسيس شركات جديدة أو شراء حصص في شركات قائمة بالفعل، وفي بعض الأحيان بيعمل إعادة هيكلة للشركات الخاصة. هنيجي للنوع التاني من الصندوق أو الصناديق، وهو صندوق الاستثمار الغير المباشر. صندوق الاستثمار غير المباشر بيستثمر معظم أمواله في البورصة، وبيكون محافظ استثمارية كبيرة من الأسهم والسندات. الصندوق الغير مباشر ده بينقسم لنوعين: صناديق الاستثمار المغلقة، دي هيكل رأس مالها ثابت، وبالتالي عدد الأسهم المتداولة داخل الصندوق بتكون ثابتة، يعني الصندوق بيشتري عدد كبير من الأسهم وعدد الأسهم ده بيكون ثابت ما بيتغيرش. أما صندوق الاستثمار المفتوح فهو صندوق بيتعامل في رأس مال متغير، بيتغير هيكل الصندوق وهيكل رأس المال داخل الصندوق، وبالتالي فعدد الأسهم المتداولة داخل الصندوق بتتغير باستمرار بالزيادة والنقص.
وده كرد فعل لعمليات البيع والشراء لحاملي أسهم الصندوق. والصندوق المفتوح بيسمح للمستثمر المودع لأمواله داخل الصندوق بإنه يبيع حصته في الصندوق في أي وقت، وبيسمح لمستثمر تاني إنه يشتري حصة جديدة في الصندوق في أي وقت. فبالتالي فرأس مال الصندوق متغير حسب عمليات البيع والشراء اللي بتتم داخل السنة دي. طيب، إيه المميز في الاستثمار في الصناديق الاستثمارية؟ إنك تقدر تبدأ في التحويش والاستثمار في الصناديق ديت بمبالغ قليلة جدا، يعني مش شرط يكون معاك آلافات علشان تبدأ. الميزة التانية إنك لو اشتركت فيها عن طريق شركات التأمين أو الاستثمار أو البنوك، مش بتكون محتاج تضيع فيها أي وقت أو مجهود في متابعتها أو إدارتها، لأن الصناديق ديت زي ما قلتلك بيديرها بالنيابة عنك خبراء متخصصين في المجال ده، وبيشتروا ويبيعوا بدالك. آخر ميزة إن الأرباح المتوقعة من صناديق الاستثمار، وخاصة على الفترات الزمنية المتوسطة والطويلة، بتكون أعلى بكتير من فوائد الشهادات أو الودايع، وبتدي لك فرصة ذهبية إنك تكسب أرباح بصورة تراكمية عن طريق الفايدة المركبة. يعني بتاخد أرباح على فلوسك، وكمان أرباح على الأرباح اللي بتاخدها على فلوسك. والميزة الأخيرة التنويع، إنك مش بس بتستثمر في أسهم الصندوق، بيكون شامل أكتر من أداة استثمارية. وأهم ميزة السيولة، إنك ممكن تبيع كل محتويات الصندوق بتاعك وتحولها لكاش. طيب، دي المميزات. إيه بقى العيوب؟ أول عيب المدة الزمنية، علشان تقدر تكسب من الطريقة ديت، وخاصة لو أنت بتحوش مبلغ بسيط فيها كل شهر، يبقى لازم تستنى عليها مدة كبيرة لغاية ما تشوف منها نتائج ملموسة وتكون فعلا مؤثرة. تاني عيب إن مصاريف إدارة الصناديق ديت بتتاخد منك مقدما، سواء الصناديق ديت حقق مبلغ كبير أو صغير أو محققش خالص. والمصاريف ديت علشان تكون عارف بتكون نسبة ثابتة ومتفق عليها من الأول في مقابل إدارة فلوسك اللي جوه الصندوق، وبعدين بترجع لك الأرباح زيادة عن النسبة دي. يعني بيضمن لنفسه نسبة محددة من الأول من فلوسك، وبيدي لك باقي الأرباح ده لو في أرباح. كمان أرباح الصناديق الاستثمار لا ثابتة ولا مضمونة، أنت ما بتكونش عارف أنت هتكسب كام من الاستثمار ده، لكن بيكون عندك رقم تقريبي لمتوسط الأرباح المتوقعة. وعلى الرغم إن الرقم ده بيكون أعلى من فوائد البنك، إلا إن في احتمال إن الصندوق ما يطلعش المكسب ده، أو حتى يطلع أرباح بالسالب. لكن تظل نسبة حدوث الاحتمال ده نسبة قليلة جدا، وخصوصا كل ما نسبة الاستثمار طالت. يعني كل ما هتقعد أكتر، كل ما المخاطرة هتقل وفلوسك هتزيد. وكمان أنت بكل سهولة تقدر تشوف تاريخ الأرباح اللي اتحققت قبل كده، وتشوف كان عامل أرباح متوسط كام في المية في ال5 سنين أو ال10 سنين اللي فاتوا، أو حتى من بداية الصندوق. لحد هنا نكون انتهينا من الفيديو ده. الفيديو الجاي هنتكلم فيه عن شرح أهم المصطلحات اللي هتقابلها لما تبدأ تتداول وتستثمر في البورصة. وعلشان تكون متأكد إن هيوصلك إشعار للفيديو الجاي، اتأكد إنك مفعل جرس التنبيهات. السلام عليكم.